السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير على الجميع، مساء الخير عليكم البنات. اليوم حبيت ندير لكم المسم من البنات على الطريقة تاعي. الحاجة الأولى اللي نبداو بها أنا نجيب ميزان باه نعت لكم الكيل بالضبط. الميزان تاعي أنا حنكيل بهاد الغميقة هذه، نحطها فوق الميزان. فوالا هي نطاري، ندير لها طار، نلقى الوزن تاعها بالنقص. هنا نروح نعمر الغميقة تاعي ونحطها فوق الميزان ونشوف قداه فيها البنات 500 غرام. هاد ال 500 غرام هي اللي حنعبر بها انايا. هذه نحط الغميقه الاولى كما راكم تشوفوا حبيباتي. فوالا نزيد هنايا الغميقه الثانيه، نزيد الغميقه الثالثه. هادو الكيلات اللي راح نديرها معناها. شوفوا البنات نوصلوا للملح. الملح هنايا راح ندير بالمغرفه المتوسطه هذه. في كل 500 غرام راح نحط هاد الكميه هذه تاع الملح. فوالا المغرف هذه ماهيش كامله البنات، في كل 500 غرام راح نحط مغرف غير ربع تاع الملح. هنا تجيكم الملح امبيكابل، يعني ما يجيكم لا ناقص لا زايد. نخلط المكونات نتاعي حبيباتي كما راكم تشوفوا مليح. فوالا هنايا نجي للمكون اللي نضيفه انا في المسمن تاعي. في كل 500 غرام راح نضيف مغرف تاع فارينه. نخلط مليح الفارينه والدقيق تاعي باه يتجانسوا. هنا راح نزيد في كل 500 غرام البنات ملعقه تاع زيت. هذه الطريقه اللي راني نتبعها انا تجيكم واحد مسمن الله يبارك يهبل، يجي كروستيون، يجي هايل. نخلط هذه المكونات حبيباتي كيما راكم تشوفوا امامكم. فوالا هنايا نكون ديجا دفيت الماء، ما نديرش بالماء بارد، دفيت الماء وراح نبل المسمن تاعي كيما نقولوا حنا في قسنطينه نقولوا السمنيات. هكذا نبل كيما راكم تشوفوا. هنا هاني لميت العجينه هكا، ندخلها بيدي برك، ندخلها في بعضها هكذا. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا نحطها باش ترتاح. هنا باش ترتاح لي البنات لازمني نحطها في ساشي تاع نيلون. انا هنايا راح نستعمل هاد الساشي هذه اللي نطيبوا فيها في الفور. هادو لقيتهم بلو براتيك، ملاح ونضاف كيما نقولوا حنا، متاكده بلي راهم معقمين داخل. هنا نجيب انا العجن باه نعجن المسمن تاعي. انا حندير في البيتران. انت لا عندك البيتران وتوفر عندك كان بها، ما توفرش عندك اعجني بيدك بصح ما تقطعيش. البنات ندخلوها في بعضها برك ونسقيو بشويه. هنايا انا حطيت في لو بيتران، حنجيب الكاس هذا تاع الماء كيما راكم تشوفوا وراح نبدا نسقي بشويه. ما نحطوش فرد مره البنات، نسقيو بشويه هكذا. انا حطيت لكم الكاس باش تعرفوا الكميه اللي استعملتها من الماء. فوالا سقيتها شحال من مره. ها هي البنات العجينه تاعي كيفاش راهي، ما تخافوش منها كي تعود تلصق هكا راهي ماهيش مشكل. عندنا الزيت نلمو بالزيت. هنايا لقيتها انا ناقصه شويه، فوالا زدت لها شويه تاع الماء وخليت لها تتعجن. هنا البنات شوفوا الكميه اللي استعملتها، استعملت نص كاس الماء، نص كاس برك هذا واش استعملت. هاني حنحي العجينه نتاعي كيما راكم تشوفوا. جات الله يبارك ما شاء الله. مالغري الدقيق اللي استعملته اليوم ما كان حاله. مالف يكون مليح اليوم جا ماهوش يعني كيما مالف. هنا البنات باه بتجيكم الطريقه اللي تهزوا بها العجينه وما تلصقش في يديكم، استعملوا الزيت كيما العاده. هنا نجيو نلوزو المسمن تاعنا بالطريقه هذه البنات، نخرجوا الهواء هذاك اللي لداخل كامل. فوالا شوفوا هنا كي قاعده ندير بيدي، شوفوا كيفاه قاعده نحرك منه من على جالت باهي الهواء داك اللي لداخل كامل يخرج وتجيني حبه المسمن هايله. هنا خلصت انايا لوزت الحبات نتاعي كامل. الكميه اللي درتها شوفوا واش جابت لي. نغطيها بالنيلون باش ما تقشلف ليش. هنا نبدا بعد ما ريحت لي ساعتين من زمان، يا على قد ما تخليها تريح على قد ما مليحه. هنا راح نبدا نخدم. شوفوا البنات كي تعودوا حلوا على الحراف الداخل، ما ترقوش الداخل، رقوا الحراف هما اللي تحلوهم وتخدموا عليهم باش كي تجي تحلي المسمن تاعك ما يتقطع لكش. فوالا هكا بالطريقه هذه هكذا البنات. شوفوا يعني مهما الدقيق ماهوش كيما حابه انا بصح والله ما عليه، يعني خدم لي عادي نورمال. نبدا نطبق بالطريقه هذه او ميم طون نستعمل الزيت البنات باش تجيني مورقه مليح هكذا. انا استعملت الزيت ديجا راهو في يديا معمرين هكا البنات. نزيد نغلق من الكوتي الاخر بالطريقه هذه. نزيد الزيت نقلبها ونحل
سورتو الحرف باه ما يجيوناش خشان ومعجنين. نحطها طيب حبيباتي كيما راكم تشوفوا. انا نطيب فوق طاجين تاع الحديد نورمال تاعنا اللي نستعملوه حنايا المحجوبه والسمنيات عادي. فوالا شوفوا كيفاش جات البنات، جات الله يبارك ما شاء الله. فوالا الحليب، ولا كاينين اللي يحبوا يزيدوا يطيبوها اكثر من هكا ويديروها بالمرقه، طيبوها يحمروها مليح ومن بعد يشخشخوها ويديروها بالمرقه. انا هنايا درتها سبيسيال حليب لوليداتي يشربوا بها الحليب تاع العشيه، ونحط لهم شويه في كونجيلاتور غدوه للفطور. ماشي فوالا هاوليكم البنات المسمن تاعي جا الله يبارك ما شاء الله كيما راكم تشوفوا. جا طيب طيبته مليح جا هايل. حنقسم لكم حبيبه. شوفوا البنات جا الله يبارك ما شاء الله. شوفوا كيفاه جا مورق، يعني مديته لكم بكل اسراره وبكل تفاصيله. وان شاء الله تكون الوصفه تاعي تاع اليوم نالت اعجابكم حبيباتي. تهلاو في رواحكم ونخليكم على خير والى وصفه قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.